تعالى اقولك النهاردة على طريقة البتنجان المخلل بتتبيلة مظبوطة هتعتمديها كل مرة. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي ونقول بسم الله. هنجيب معانا البتنجان الاسود الصغير ده، مش هنقطعه بالسكينة، احنا هنشيل الجزء اللي من فوق بايدنا كده بالطريقة دي. انا عايزاه كده مقفول من فوق، مش هنقطعه خالص بالسكينة. هنخلص كده كل الكمية اللي معانا وهنبدأ نسلقه. حلة على النار تكون فيها مية بتغلي، هنحط فيها معلقتين من الزيت ومعلقتين من الخل، ربع معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة من هريسة الشطة. كل الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي للبتنجان، والزيت كمان شايفين بيدي لمعة حلوة قوي. هنبدأ بقى كده نسيبهم يغلوا. هنعمل بقى التتبيلة في طبق، هنحط ربع كوباية من العصير الليمون، معلقتين من الخل وفلفل احمر مفروم حار او بارد زي ما انت عايزة، وجزرتين مبشورين و5 فصوص توم مهروسين، وبرده معلقة من هريسة الشطة، معلقة صغيرة من الكمون ونص معلقة من الملح. ونقلب التتبيلة دي كويس كده هتكون جاهزة معانا. بتنجان هنشوفه خلاص مش عايزين يتسلق جامد عشان ما يتهريش والجلدة اللي من بره تقشر. بس كده هطلعه، ولما تخلليه ممكن تحطيه في برطمان او علبة. انا طبعا بفضل العلبة اكتر عشان الخلطة تفضل متماسكة جوه البتنجان ما تتفضاش في العلبة الطويلة. هبدأ افتح البتنجان كده وهحشي بالخلطة دي وارصهم كده جنب بعض. هخلص بقى كل كمية البتنجان دي وباقي الخلطة والمية دي هكبها فوقها، وهقفل العلبة واسيبها في التلاجة مش اقل من 3-4 ايام علشان تاكلي منها، عشان تكون اتخللت كويس واخدت من طعم الخضر اللي احنا حاطينه. جربوا الطريقة دي وقولولي رأيكم في التعليقات، ولو حبيتوا الوصفة ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد من الوصفات. وبالهنا والشفا.